طب هنخلص بطاريتها بقى ولا ايه؟ الو المراخير دي كلها. طب انا جاي معاك ليه؟ ليه يا حبيبي؟ عشان انا مفرهدك معايا بس. فرهدني معاك؟ فرهدتك معايا اول امبارح. لا ما اقدرش. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهو الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. شباب الاستريكات. ايوه الاستريكات. شباب الاستريكات. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ممكن اعرف ايه ده؟ جزاك الله كل خير. حلويات سيزي. هو ده. لقد اعطاني بعض من السكاكر. يا الهي اعطاكم السكاكر. السكاكر يا ساده. كل سنه وانتم طيبين. الدنيا هنا الزحمه موت مان. مفترض طبعا زي ما انتم شايفين كده دوت الجامع اللي احنا هنصلي فيه، بس احنا قدام الجامع زي ما انتم شايفين الممر هناك الدنيا زحمه موت، فغالبا كده هنصلي هنا. فربنا كريم يا مسهل الحال يا رب. انا جاي هنا عشان حاجه واحده بس، عشان اشوف البني بتوع من فوق والاكتف اللي بيحصل. بص الناس دي مكمره ايه، بص الناس دي مكمره ايه يا ولاد اللذينه. طبعا الحاجات دي هتقع مش تيجي علينا، بس احنا هنروح نجري نقف هناك على طول. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. القبله كده يا جماعه. يا جماعه القبله كده. القبله كده 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 والله كده والله. افرش بقى خلاص بقى. الله بص 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 هناك. هي دي بص هي دي. في واحدة من هناك هناك، واحدة هناك، واحدة هناك. كل سنة وانت طيب يا معلم. هي دي اللي محتاجة تتصور أصلا. في حالة وجود المياه. بس برضه لسه دخلت هنا قالوا لي المايه قطعت. في حالة وجود المياه بطل التيمم. فايه؟ فايه؟ هي تقبلت ما تقبلتش والله مش حاجه اسمها كده، في اسمها صلاه. طب بقول لك ايه بقى، طبعا للاسف ما لحقتش اقف هناك تاني في الرمي التاني، بس قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله نشوف اي حد تاني بيوزع بيرمي بلالين في اي حته ونروح نقف عنده باذن الله. طيب يا معلم. صوره كل سنه وانتم طيب يا معلم. طبعا اللهم لك الحمد بعد ما خلصنا صلاه العيد، بس للاسف ما لحقناش ولا بالونه من البلالين اللي كانت طايره. كان في بلالين هنا قدامنا ما لحقناهاش، وكان في بلالين هنا برضه ورانا برضه ما لحقناهاش. بس فان شاء الله العيد الجاي استنونا نلحق نيجي وناخد بلالين باذن الله. من ضمن الحاجات اللي كانتش عجباني النهارده هي فكره القبله، كل واحد بيصلي في قبله مختلفه، في اللي بيصلي بالمنظر دوت وفي اللي بيصلي بالمنظر ده. مفترض بعد كده يكون في خطوط او في اي حاجه على الارض علشان الناس كلها تعرف تصلي على قبله واحده، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال باذن الله. ان شاء الله عن قريب باذن الله ربنا يسعد ويبسط كل اللي موجود في فلسطين يا رب ويفك عنهم، اللهم امين. عيد سعيد. هنبص هناك اهو. ادهم المحبوب. طبعا زي ما انتم شايفين العيد في مصر مختلف جدا جدا جدا. اجواء، الناس،
البلالين، الفرحه، الصلاه، كل حاجه تقريبا مختلفه هنا. ف4 سنين كنت بصلي مش حاسس باي حاجه. انت عيال سخيفه. 4 سنين كنت بصلي تقريبا ما كانش في صلاه، كانت مجرد بس تأدية واجب وخلاص. بقالي فتره طويله لسه اهو حاسس بقيمه العيد. اللهم لك الحمد. كل سنه وانتم طيبين يا شباب، وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. وحابب اقول لكم ما تنسوش المتابعه، لايك، سبسكرايب، بس التعليق قول لي تعليق اهم حاجه. ايه اكتر حاجه عجبتك في صلاه العيد؟ سلام لي قيم. السلام عليكم. ايه الفرق ما بين العيد دوت والعيد من 3 سنين مثلا؟ اول حاجه ان احنا اصلا ما كناش بنصلي هنا، مع ان انا بيتي هنا اهو، بس العيال كانوا بياخدوني نصلي في توكل اصلا من ساعه ما تقريبا ثالثه اعدادي وانا بصلي في توكل. جميل. بس توكل بقى الاجواء هنا بصراحه وحشه يعني. هنا مفيش عيشه. هنا عدد كبير واكتيفيتي بقى وبلالين وحاجات، وبعدين العيال رايحه لاسباب معينه يعني. ربنا يهدي الجميع. الواحد ما بيستمتعش. عشان احنا عندناش الاسباب دي. لا مفيش. انت كدابه يا مخالف. يعني كان في بس خلاص بقى. تبنا الى الله. الحمد لله. الحمد لله. لا بس غير كده برضه الواد ادم معانا حبيبنا. غنوا معايا غنوا، قولوا ورايا قولوا، كتر يا رب في اعيادنا وتروح فيها البركه وزيد. جانا العيد اهو، جانا العيد، جانا العيد اهو، جانا العيد. يا رب حلويات، يا رب حلويات. ايوه كل سنه وانت طيب. وانت بالساعه والسلامه يا معلم. كل سنه وانت طيب يا معلم. خدت هديه كام النهارده؟ فرنج 200 جنيه مثلا. اخر هديه خدتها كانت كام؟ 100 جنيه. وليه خدت النهارده 200؟ 100 من الشغل امبارح. ايوه 100 الصبح من والدتي. خدت هديه كام النهارده؟ مش هديه الصراحه. ليه؟ الصراحه ليه ما خدتش طيب لحد دلوقتي؟ طب اخر هديه خدتها كانت كام؟ اخر هديه كانت 100 جنيه الصراحه. خلاص حلو. النهارده 50 جنيه. خدت هديه كام النهارده؟ لا لسه، بس هي 100,000 جنيه كده في الفيزا دلوقتي ان شاء الله. جاي يصلي في الاستاد. خدت هديه كام النهارده؟ خدت 200 من والدي و100 من والدتي. والعيد اللي فات خدت كام؟ العيد اللي فات كنت واخد 50 يعني بس كده. خدت انت كام النهارده؟ انا خدت 500 جنيه. واخر عيد خدت كام؟ اللي هو الكبير. لا اللي عيد فات. لحم. ما بناخدناش حاجه. لا طب خدت هديه كام النهارده؟ خدت هديه ايه يا عم؟ حد بيدي قال الايام دي. صاحبك اللي ورا اسمه ايه؟ سباعي؟ صاحبي بيتكلم يا سباعي. خدت هديه كام النهارده يا سباعي؟ خدت هديه كام النهارده؟ مصحف ولا جنيه اقسم بالله. طب عبد والله 3 ايام العيد مطبق. نداء واستغاثه لاخواتي. اخر هديه خدتها كانت كام؟ كانت 100 جنيه. طب يا عم ان شاء الله النهارده تاخد هديه اكتر يا عم باذن الله يا رب، ندعي كلنا. ما خدش حاجه النهارده ولا احنا كبرنا بقى على الكلام ده. اخر هديه خدتها كانت كام؟ 200 جنيه مثلا. خدت هديه كام النهارده؟ ما باخدش انا هديه. مش طاقم العمل بتاعكم معاكم، مش انا من طاقم العمل. خدت هديه كام النهارده؟ خدت هديه والله العظيم مدي لامي 500 جنيه. انت اللي مدي لامك؟ ربنا يزيدك يا عم ان شاء الله. خدت 20 جنيه بصراحه. 20 جنيه؟ ده ليه كده؟ لا وانا صغير خالص بقى. انت في سنه كام دلوقتي؟ انا في ثانيه كليه. خدت هديه النهارده؟ لا لسه والله. اخر هديه خدتها كانت كام؟ انا خدت بس ما خدتش هديه. طيب شكرا. انت خدت هديه النهارده؟ لا انا كده شغال فمعايا فلوس يعني. انت بتدي هديه؟ بدي. خدتها في حياتك كانت كام؟ 20 جنيه. 20 جنيه جديده كان 20 جنيه فاكرها يعني. فلوسي صرفتها ولا لسه معاك؟ لا طبعا لسه محتفظ بيها طبعا. اول عاديه انت محتفظ بيها؟ لا ما تصرفش. صرفتها؟ كنت ادهم، كنت مع ادهم في المدرسه. كان معايا في المدرسه ده. قول له انا كنت بعمل ايه في المدرسه، كنت ايه في المدرسه. كان كشافه. دلوقتي كان كشافه شرطه مدرسيه. والكشافه كان اهم واحد. كان هو اللي بيحيي العلم، هو اللي بيطلع المعسكرات. مين؟ انا. ايوه هو. انا وكان استاذ محسن، صح استاذ محسن. ايوه محسن هو اللي بيحيي العلم. وانا اللي كنت بطلع في الاذاعه وبخلص اذاعه اروح اطبل. ايوه لو تفتكر والله اللي باب في الفسحه. ايوه هو يعني انا بعمل كل حاجه. الحمد لله. الكلام ده صحيح. دلوقتي الكلام ده كله مش. المهم انت صرفت ال 20 جنيه. لا ما صرفتهاش يا خالو، لا ما صرفتهاش. خالو؟ لا شكرا جزيلا. طيب اول هديه خدتها في حياتك كانت كام؟ اول هديه بجد؟ ليه الرقم ده؟ ليه السؤال ده؟ اول هديه خدتها في حياتك 5 جنيه. 5 جنيه؟ عندكم هديه في السودان؟ عندنا طبعا. طيب اخر هديه خدتها كانت كام؟ فلوس يعني وكده. ايوه فلوس. العمله بتختلف من السودان. بالجنيه السوداني. يمكن 2000 جنيه. 2000 جنيه سوداني. ده كام بالمصري بقى؟ تقريبا مش كتير. 50 جنيه مثلا؟ ممكن 200. 200 جنيه. دي اول هديه خدتها في حياتك؟ واخر هديه؟ دي اخر هديه. دي اخر هديه. واول هديه؟
لا مش فاكر. مش فاكر. وانت اخر هديه خدتها كانت كام؟ 200 جنيه. 200 جنيه سوداني ولا 200 جنيه مصري؟ ايوه 200 جنيه سوداني. ده كام مصري؟ لا في وقتها كانت فلوس يعني، كانت تعمل لها 1200. 1200 جنيه مصري؟ وقتها. ما شاء الله. والنهارده هتاخد هديه كام؟ لا ما هي عيديه مش عايزه كام. مش يعني طب يعني مثلا خدت كام ولا مش هتاخد النهارده؟ هنشتغل على نفسنا يعني وكده. انتوا تدوا نفسكم؟ اخر هديه خدتها كانت كام؟ 70 جنيه. ده امتى الكلام ده؟ 2015 من سيدي حسن. ربنا يديله الصحه الله وطولة يبارك. العمر. انت هتاخد هديه النهارده؟ لا انا ما بقتش باخد بقى خلاص من بعد ما ابويا مات. ربنا يرحمه. انا عايز اصعب على المشاهدين بقى وكده عشان هم يدينوا حاجات حلوه كل وكده. سنه وانت طيب. 010 92 خلاص 72. خلاص يا حمادي. اخر هديه خدت لا خد تعالى. اخر هديه خدتها كانت كام؟ انا فاكر طب اول هديه خدتها كانت كام؟ حوالي جنيه ونص مثلا. ايه؟ جنيه ونص مثلا. ربنا يرزقك يا ابني يا رب. ويكتروا يبقوا أي 3 حاجة جنيه ولا بقى. حاجه. خلاص كل سنه وانت طيب. تعالى يا اخويا. اخر هديه خدتها كانت كام؟ 50 جنيه. ده الكلام ده امتى النهارده؟ لا اول العيد اللي فات. والنهارده خدت كام طيب؟ لسه ما خدتش اي حاجه؟ هروح اخد 200 جنيه. يعني اكيد هتاخد 200 جنيه؟ اه خلاص يا عم يلا ربنا يرزقك. اخر هديه خدتها كانت كام؟ والله ما خدت حاجه. خدت كام النهارده؟ خدش حاجه. 200 جنيه. ولا جنيه. لسه لحد الان. خدت هديه كام النهارده؟ ده تباكز. يا عم هنكدب. 500 جنيه النهارده. 500 جنيه. 100 جنيه. 100. $30. كام؟ $30 مان. ما تعرفوش ان احنا جايين نشحت اصلا. طيب انا ما خدتش حاجه. انا لسه جاي اهو بسترزق اهو. خدت كام؟ ايه؟ خدت كام؟ احنا لسه بالقطر سن. 500. السلام عليكم. كل سنه طيب. طيب رمضان كريم. ماشي. صورة جماعية. كله فوق. هو دلوقتي عايز يوجه كلمة ما اعرفش هيقول ايه. هتوجه كلمة لمين؟ للاكس يا اسطى. عايز تقول لها بس بص بقى كده الكاميرا عشان تشوفك كويس. عايز تقول لها ايه؟ قول لها يا عم اصل الخطوه كذا مره مش خطوه واحده. لا ايوه ده ما ينفعش والله. طب عايز تقول لها ايه؟ والله مع ان انا ازهري والله ما كنتش ناوي لا اكلم ازهري ايه ما بنات. ينفعش والله بقى أزهري. خلاص بقى. طيب. لا ازهري برضه معايا. مستنياه على اول الشارع هناك. يبقى اكس ايه بقى؟ يبقى اكس ايه بقى؟ موضوع الاكس ده والله هو لا احنا نحكي بقى الموضوع اتفضل. ايه بقى موضوع الاكس ده؟ الاكس بالك ده ازهري وكمان. هو يعني انا على قعدت واحدة. اخليه يتخطى. لا يعني انا معاه مشارك معاه في الموضوع، قعدت اخليه يتخطى الموضوع ده يعني مش شهر سنين. السنين والله. اسال الراجل ده مكسور. وبعدين مش عارف يعمل موف اون خالص. هو كل ما يجيبه من البيت ودي اخرة اللي ما يصاحب. 4 سنين. اوعى تصاحب. اوعى تصاحب. والشباب دلوقتي داخلين يجيبوا عصير اهو ورانا. مش عارف بقى يشوفوني ولا مش هيشوفوني. بس المهم يعني حبيت اقول ان فعلا رمضان سواء رمضان ولا العيد هما الاثنين في حته تانية بجد في مصر. اجواء وروحانيات مختلفه مهما كان وان كانت فيها ما فيها. الحاجات والاشياء الغير ملموسه ديت ستزال في مصر رقم واحد عالميا. مش عارف بس انا جربت في كذا مكان، يعني جربت في السعوديه وجربت في عمان. صعب مفيش الحاجات اللي فاهم الحاجات اللي كده دي اللي هي غير ملموسه الداخليه دي مش موجوده هي في مصر بس. الناس بقى والعيشه والنظام وي ربنا يجعل هذا البلد امنا يعني. السلام عليكم. السلام عليكم guys. My channel is Adham Ibrahim. Like, subscribe and زر الجرس. Thank you man. خدنا المشروب بتاعنا اهو. نجرب بقى المشروب الجميل بتاعنا وهو البطيخ. السلام على الجمال. وبكده نقدر نقول ان احنا تقريبا خلاص خلصنا يومنا. غالبا كده هنروح البيت خلاص وهننام. بس نسيب كل سنه وانتم طيبين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. يا عم محمد هو مش